السلام عليكم، شلونكم أصدقائي؟ اليوم موضوعنا هو طريقة الآيس كريم على الطريقة السويسرية، يعني مو طريقتنا احنا، تختلف اختلاف جذري بالمكونات. بالنسبة للمقادير، عندي هنا كوبين كريم شانتيه أي نوع، فيجون أو أي نوع، كوبين كريم شانتيه، نص كوب حليب مكثف. هسه بعدين أجي أحكيلكم على كل واحد وخصائصه شنو. نص كوب حليب بودرة، كوبين مي، واحتاج الى علبة كاملة من اللبنة التركية. راح تقولون اللبنة شنو موضوعها؟ طريقة الايس كريم بالطريقة السويسرية يستخدمون اللبن المملح، يعني الروبة مملحة. اذا شايفيها اكو تجي على شكل تنك عند اهل الجبن او بالمحلات يبيعوه جبن مالح مثل الجبن ابيض يصير. هذه هي اللي يستخدموها، انا استبدلتها باللبنة عادي ماكو مشكلة، ونفس النتيجة نفس الشغل. بالنسبة لطريقة العمل راح اضيف كوبين مي، هاي بعدين اجي احكيكم عليها. كوبين مي، عجانة او خفاقة اي شيء يشتغل، خفاقة يدوية ماكو مشكلة. هاي فانيلا. راح اضيف كوبين كريم شانتيه على كوبين مي، ابدي اخفقهم نص خفق، يعني مو خفق كامل، نص خفق، لان بعد ورانا خفق بالنسبه للحليب المكثف واللبن. راح اضيف ايضا الحليب البودره. بالنسبه للحليب البودره هذا راح يكثف لي القوام، وبالنسبه للحليب راح تقولون حليب مكثف وحليب بودره. وبالنسبه للحليب المكثف هذا لانه انا ما راح استخدم شكر، راح استخدم حليب مكثف ينطينا حلا ويماسك لي الخليط يسويه على شكل جيلاتيني. اللي يريدها تصير حاليه زايد يخلي ينطي كوبين او كوب ونص، انا هنا عندي نص كوب كلش كافي. هسه نبدي نخفق الكريمه ونرجع لكم بعدها. هسه بعد ما خفقنا الكريمة نص خفق، شوفوا بدت عندي خطوط المشبك تبين بالكريمة، وقفتها. راح اجي اضيف الحليب المكثف، اضيفه بالتدريج مع الخفق المستمر. هسه بهاي المرحلة راح اضيف اللبنة، ايضا اضيف واخفق خفق بطيء. هسه هنا توصلنا للقوام المطلوب. هذا هو قوام اللي نحتاجه، شوفوا بدون ثعلبية بدون اي شيء. هسه نجي للمرحلة الأخيرة قبل لا نخليها
بالكاسات ونجمدها. اللي يحبها بيضة بالفانيلا يتركها، واللي يريد يلونها بالألوان، يعني احنا اذا نضيف اللون الأحمر المفروض نضيف وياه فراولة أو توت نكهة، أو نضيف لون أصفر لازم نضيف وياه برتقال، أو نضيف لون أخضر لازم نضيف وياه نعناع. فبهيجي حالة راح تكثر المواد. شايفين هذا العصير أو الربع؟ هذا العصير تقسمون الخليط مثل ما أنا هسه قسمته، هذا برتقال، هذا فراولة، هذا ليمون، هذا مانجا. أقسم الخليط بعدة كاسات، وبعدين أضيف لهم هاي هم نكهة وهم لون. يعني مثلا هسه راح ناخذ قسم من الخليط ونضيف له اللون. أنا ما راح أضيف ألوان غذائية. إيش راح أضيف؟ راح أضيف هذا العصير البودرة، راح ينطيني لون وينطيني نكهة بنفس الوقت. هسه هنا عندي فراولة ضفتها، هيك أقسم الخليط عدة أقسام على قد الألوان اللي عندي، أو تردون تبقوها مثلا على لونها هو الفانيلا، لون الفانيلا ماكو مشكلة. تردين تضيفون كاكاو همينه ماكو مشكلة، الكاكاو بدون نكهة طبعا. هسه هنا صار عندي هذا اللون جاهز. شوفوا هذا انطاني لون ونكهة. راح أقسم الخليط وألونه بالألوان اللي أنا موجودة عندي، ونرجع لكم طريقة التجميل. هسه بعد ما لوناهم هاي الألوان خليناهم بأكياس حلوانية، راح نصبهم هاي الأكواب. طبعا هاي مفيدة للزعاطيط. وقت التجميد مالتها 4 ساعات، 4 ساعات، أو إذا تخلوها ليلة كاملة بعد أحسن. يعني أنا البارحة بالليل اشتغلتها بيتتها للصبح. هاي النتيجة، شوفوها قوام ولا أروع، دسومة ونكهة، فالشي يعني مو طبيعي. اللي ما يجربها عمره خسارة. هسه نكمل موضوعنا وبعدين نرجع. هاي بعد ما نكملهم ندخلهم للفريز لمدة 4 ساعات، يعني ما يقل عن 4 ساعات أو ليلة كاملة أفضل. هذا مانجا وبرتقال وفراولة وليمون. هسه بعد ما كملناهم راح ندخلها للفريز لمدة 4 ساعات. وهسه بعد مرور 4 ساعات بالفريز بالتجميد، وهاي النتيجة خنفشارية. الله على الدسومة وعلى القوام الناعم، يعني ما أعرف النكهة على حموضة على ملوحة على فتشي روعة. وهذا الخليط الزاد انطيته كاكاو وصبيته بهاي الانجانة. هسه وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى انه نال اعجابكم وجربوها، واكتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم بها. اخوكم طاهر الجنوب.